السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. عواشر مباركه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا العسل كما كتشوفوا. يعني راه كيجي زوين بزاف. وغادي ديجا انا حاطه معكم العسل في القناه، يعني حاطه جوج الانواع ديال العسل. انا دائما كنبغي نديرو بالقالب كما كتشوفوا، كما غتشوفوا معايا في الفيديو. يعني راه كيجي زوين بزاف. وهنا درت يعني مقادير مضبوطه، غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. دابا غادي ندوزو المكونات وطريقه التحضير. هنا خديت يعني طنجره الضغط او الكوكوط اللي درت فيها قالب ديال السكر، درت واحد. هنا درت فيه حامضه قطعتها، يعني غسلتها وحيدت لها دوك العظامات العظومه اللي كيكونوا فيها، وقطعتها هكا غونديل. ودرت عويدات ديال القرفه، يعني غسلتهم صافي درتهم هنايا. وبقيت كنحرك بهاد المعلقه ديال العود باش ما يبقاش السكر حاتل في القاع ديال الكوكوط. صافي هنايا شعلت عليها. هنا جهدت البوطه شويه، غير غادي تبدا تغلي صافي. وغادي نقص البوطه، يعني ردوا البال. كما كتشوفوا هنايا راه العافيه راه مجهده. يعني ضروري تحيدوا العظومه ديال الحامض. هنا عندي شويه ديال الزعفران حر، وعندي المسكه الحره، يعني ما تكتروش. هنا تقريبا عندي قالب ديال السكر، درت فيه هنايا غير واحد 3 حتى ل 4 ديال الحبيبات وشويه ديال الزعفران. سمحوا لي ما قلتش لكم القياس ديال الماء. هنا خديت قالب ديال السكر، درت فيه ايطرو ديال الماء. يعني القالب ديال السكر كما كتعرفوا فيه 2 كيلو ديال السكر، درت فيه ايطرو ديال الماء، يعني نص الكميه ديال السكر درتها ماء. هنا بدا كيغلي، خديت الزعفران سخنته شويه، يعني صافي حكيته بين يديا هكا صافي. وغادي نخليه يطيب معاه. يعني راه كيعطي واحد اللون زوين ملي كتلوحوه في الاول. انا في العسل اللي كنت صايبت معكم ديجا حاطاه معكم في القناه، دابا نحط لكم الرابط ديالو. كنت كنخلي حتى كنبغي نطفي عليها باش كندير الزعفران، ولكن هكا جاني احسن. غادي نديرو من الاول باش كيعطي حتى اللون كيعطيه زوين. هنايا راه كما كتشوفوا، يعني باش غتعرفوه هذا بالحامض، يعني كيتبدل اللون ديالو، يعني كيتعسل هذاك الحامض باش كتعرفوا. انا غادي نوريكم اللون ديال الحامض باش تعرفوا راه العسل ديالكم صافي راه واجد. يعني هنا راه قريب غادي صافي غادي يوجد ليا. يعني شوفوا الغوندال ديال الحامض كيفاش ولات، يعني تغير اللون ديالو. يعني مره على مره. هنا راه بوطه مهيله، تقدر تاخذ معكم هذيك ساعه حتى لساعه ونص. يعني انا ما كنسدش عليه، هنا ما سديتش عليه. هنا تقريبا الحامض راه خدا ليا اللون اللي بغيت. يعني شوفوا، وتمن هذيك الكشكوشه ولا اللي كطلع هادي، يعني حتى هي اللون ديالها كيتبدل. هنا راه خديت واحد شويه كما كتشوفوا، يعني دخلت هذا شويه، دخلت وخديت واحد المعلقه درتها في هاد الزلافه ولا ديروا في شي طبيسيل ودخلته الثلاجه. يعني ها هو القوام ديالو كيكون هكا. يعني بان ليا صافي راه مزيان. هنا مازال راه باقي سخون، راه ماشي بارد هكاك. هنا طفيت عليه ودرت، شوفوا اللون ديالو يعني راه تبدل. هنا رميت المسكه الحره، يعني ما دقيتها ما حتى شي حاجه، رميتها هكا قصينه. هنا خديت العسل عاود درتو في طبسيل هكا باش نتاكد. صافي بان ليا صافي راه مزيان. هنا الحامض غادي نحاول نحيدو دابا ما حد العسل باقي ما عقادش. انا لبان لكم راه غيبان لكم انا راه كنت مديراه في الصباح، يعني خليته شعلت عليه غير شويه صافي وطفيت عليه. كان عندي ما يدار صافي خليته حتى العشيه صافي وكملته. هنا صافي انا بعد ما كملت هنايا، بعد ما طفيت عليه صافي خديت الحامض حيدته باش يتحيد لي باش ما يهزش ليا، حيت لا مشات بات وعقاد لكم العسل. يعني ما كيبغيش هذاك فهمت كياخذ لكم بزاف ديال العسل. يعني حاولوا حيدوه، هو من يطفوا عليه حيدوا الحامض. هنا حيت العويدات ديال القرفه حتى هما.
يعني شوفوا راه كيبان خفيف، ولكن راه ان شاء الله غير كيبات ولا كيدوز واحد المده، واحد السويعات صافي راه كيعقاد. هاد الحامض راه ما غاديش نرميه، يعني دائما كما كنقول لكم انا سواء كنحتفظ به، سواء كنديرو في لي كيك هكا، ولا المهم بعد عطا الله ما يدار به. هادوك العويدات ديال القرفه يعني راه غادي نلوحهم، مي هادوك الحامض المعسل هذاك راه كنحتفظ به، يعني راه كنقطعو طريفات هكا قلت لكم وكنخدم به. ان شاء الله ندير معكم شي وصفه ان شاء الله. هنا ملي خليته بات يعني شوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش كتولي، يعني عسل ناجح 100%. هنا فرغته من الكوكوط، يعني شوفوا القوام ديالو، يعني ما حدو هو كيبقى وما حدو كيعقاد. يعني كما كتعرفوا زعما جميع المعسلات كيبغيو العسل كيكون شويه كيبغيو يكون قاصح شويه، ماشي يكون خفيف. يعني غير جربوا هذا العسل ان شاء الله، وانا متاكده غادي ينجح معكم من اول تجربه ان شاء الله. بالنسبه للمبتدئات غير تبعوا الخطوات ان شاء الله، وان شاء الله انا متاكده غادي يعجبكم وغادي ينجح معكم. هنا درت غير كونتيتي، يعني درت غير قالب ديال السكر. نتوما تقدروا بغيتوا تضاعفوا الكميه ولا على حسب كل واحد. يعني انا كنبغي نخدم غير بالحامض هكا. في الفيديوهات اللي كانوا قبل اللي كنت حاطه معكم في القناه، يعني كنت كناخذ كندير القشور هكا ماشي القشور عفوا، كندير دي غونديل ديال الليمون حتى هو، يعني حتى هو راه كيجي زوين. ولكن هنايا فضلت ندير غير الحامض غونديل وندير القرفه، يعني راه كيجي واحد العسل زوين بزاف. غير جربوه ان شاء الله. وكما قلت لكم راه غادي نحط لكم ان شاء الله حتى الشباكيه انا صايبتها بي ان شاء الله غادي نحطها لكم، ونتمنى تعجبكم حتى هي. وغادي مازال نصايب ان شاء الله شي هكا بريوات ولا شي حاجه ان شاء الله ونحطهم لكم. يعني كما قلت لكم شوفوا القوام ديالو، يعني راه كيجي زوين بزاف، وتا هذاك الزعفران بصراحه كيعطي واحد لوغو زوين. يعني غير جربوه ان شاء الله وغادي ينجح معاكم. لا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.